السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جيت لكم النهاردة بروتين جديد وفيديو جديد ويلا بينا نبدأ. اليوم بدأ كده من بالليل، قلنا هنتعشى برا ونخرج العيال شوية. انا جوزي ما بيحبش يخرج طول اليوم، بس تلاقيه يجي الساعة 1 2 كده يقول لنا يلا، انه ما بيحبش الزحمة خالص، او طول اليوم بيبقى مشغول وكده، فتلاقيه بيخرجنا بالليل. بس المكان ده احنا مكتشفينه جديد. احنا كنا بالصدفة كده طالعين على طرح البحر عندنا في بورسعيد، فكان في هناك سفينة كده بالخشب معمولة من سنين، من وانا وجوزي مخطوبين. فبالصدفة كده اكتشفنا ان هم قلبوها كيدز اريا وكده، بس كانت حلوة قوي وسعرها حلو قوي 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 بجد. بعدها تاني يوم انا رحت لمامتي، وكان يوميها عيد ميلادي. بصوا ابني اتخيط، دماغه اتفتحت، اخد 3 غرز، بجد قلبي وجعني قوي عليه. فاول ما روحت البيت ما كانش عايز ياكل خالص، فعملت له لسان عصفور، هو بيحبها قوي. بعديها بقى كان عندي عزومة وكده. كان عندي كوارع. الكوارع دي قعدت طول الليل والله العظيم انضف فيها، مش متخيلين استخدمت كل الطرق عشان انضف فيها. كان فيها شوية شعر كده، وانا ما احبش اطبخ الحاجة مش نظيفة ابدا لو هتموتني. فغليتها كده بعد ما نضفتها غليتها غلوة، وبعد الغلوة دي طلعتها وغيرت المية، غسلت الحلة وغيرت المية، وحطيتها بقى مع ايه، مع بصل وطماطم. بصوا لون الشوربة، بالله عليكم كلموني عن لون الشوربة. انا طبعا ما بحبش يعني، هي الكوارع ما بتحبنيش، اقول ما بحبش ده عشان حرام. ف آه، انا بس عايزه اقول لكم ان هي كانت مزيكا مزيكا، طبعا ده بشهاده اللي اكله، لان انا ما اعرفش، ما دقتش يعني. انا طبخ الاكل ده كله من غير ما ادوقه اصلا. انا عامه ما بدوقش الاكل يعني وانا بطبخه، بس حتى لو بدوق هاجي في الكوارع ومش هدوق. فزي ما قلت لكم حطيت بصل وطماطم وورق لورا حبان، اي بهارات عندك جامده حطيها. وعملت شويه شربات كده عشان لو في موز نقطعه فيه. وقلت بقى انا هعمل طاجنين، هعمل طاجن كوارع بالخضار اللي هو دوت. بصوا اي خضار عندك قطعيه، حط عليه ملح وفلفل فقط لا غير. عندك بهارات لحمه حطي، لو عايزه تنكهيها يعني عندك 7 بهارات حطي برضو هيظبط الدنيا. انا اهو خدت الكوارع المسلوقه وحطيتها على الطاجن الاول اللي ده فيه الخضار، وهنزل عليهم دلوقتي بايه، بالصلصه اللي انا سبكتها. انا عاملاها تقيله قوي كده عشان تخش ايه، تاخد لون في الفرن. وبصوا انزلوا بيها على الكوارع، مش تدلقوها كده اللي هي تنزل في الطاجن، لا، خليها على وش الكوارع كده عشان ايه، يعني الكوارع تاخد لون حلو في الفرن، مش تنزل تحت والكوارع تبان كأنها مسلوقة وكده. كده زي ما انتوا شايفين. وحطيت على الوش سمنة، حاجة بسيطة من السمنة، طبعا لو سمنة بلدي هتبقى حكاية. انا كان عندي سمنة جنة، دي بديل البلدي عندي، بعشق جنة في الطبيخ. بصوا بقى بعد ما صفيت الشوربة، بالله عليكم قولولي بالله عليكم ايه اللون ده. تاني يوم الصبح بقى صحيت على الساعة 8 كده عشان الف ورق العنب. طبعا انا عندي الدنيا نظيفه وكل حاجه نظيفه وكل حاجه هاديه، ودي اهم حاجه في العزومات، ان انتي تبقي مخلصه كل حاجه ويا دوبك انتي واقفه بتطبخي بس، حتى ما تناميش وفي مواعين هتصحي كسلانه ومش عايزه تعملي اي حاجه. صحيت بدري بقى، قلت الولاد نايمين وكده، لقيت السوسه دي قايمه، بتحس اول ما بقوم من جنبها بتحس، بس هي كانت مدروخه. بس عارفين هغلس عليك يعني هغلس عليك، هي قعدت ما عملتش حاجه، نامت وهي قاعده اصلا. فقلت بقى ايه، اقعد بقى اعمل الطاجن ده. قلت لها هفطرك وكده، مكانتش عايزه تفطر لان هي اصلا نامت في ساعتها. كان الطاجنين هم معايا، ده كنت حاطاه في التلاجة من ليلتها، والتاني ده لفيته وحطيت عليه باقي الكوارع. وانا كنت عامله طاجن الخضار ده يتاكل بفتة كوارع، فاهمني اللي هو ايه. الرز ده انا عاملاه رز بسمتي عادي، تعمليه رز مصري، اصلا بالرز المصري حلوه، بس انا كان عندي بسمتي وعزومه وكده، فقلت ايه نظبطها كمان وكمان. فعملتها وحطيت الطاجنين في الفرن وولعت على الرز كان البسمتي بيخلص بسرعة. وحمرت شوية عيش، ده عيش بلدي عادي. بصوا الرز مفلفل ازاي،
الرز بتاع الفتة انا مش بعمله ببصل. انتوا متعودين معايا دايما ان اي رز اصفر بعمله ببصل، بس رز الفتة مش بعمله ببصل خالص. طبعا كام صباع عشان انا فتحت الشواية اتحورقوا شوية. اهو دي كانت السفرة بتاعتنا بجد يا جماعة، والله العظيم كل ده الف هنا على قلبهم. دي كانت عيلة جوزي، الف هنا على قلبهم كلهم طبعا. كلهم قالوا لي تحفة. بالليل بقى انا عيالي كانوا ناموا شوية، وانا اكلت اندومي بقى. انا كان جوزي جايب لي اندومي اللي هي الكوري دي، فاكلتها. وهم قعدوا يقزقزوا كده بقى شوية عيش، وكان عندي تومية فقلت لهم قزقزوا. بيبقى العيش ده بالتومية بيبقى رهيب، عندنا ادمان. ما بيبقاش فيه سناك في البيت او اي حاجة، بطلع حمر لهم عيش بقى بالتومية، الدنيا بتبقى زي الفل. بعديها بيومين بقى رحت لماما وكده، فماما كنا قاعدين قالت لنا الجو حر تعالوا ننزل. ودي مش عوايد امي، يعني اللي عارف امي اصلا بيتوتية ما بتنزلش خالص، بس هو الحر ده بينزل الناس كلها من البيت. رحنا كافيه كده قعدنا فيه، ده كان يوم خميس، بيعملوا خميس وجمعة بيعملوا حفلة. بنتي كانت قاعدة بترقص على الدي جي كان شغال والحفلة لسه مبدأتش. وابني الصاحب اخيرا ابني بقى اجتماعي يا جماعة. احنا كنا فاكرين ان هو مش بيحب الناس ولا بيحب اي حاجة، نزل كام يوم مع ابوه كده اتشجع بقى، بيحب الناس كلها، بيتصاحب على الناس بسرعة. عقبال اخته طبعا قعدنا هناك لازم يشبطوا كل حاجة بيشبطوا فيها. ده كان اول مره اجيبه. دي كانت شوكولاته بيضه كده وجواها بسكوت زي ما يكون ويفر، بس مش ويفر يعني. طعمها تحفه، كان طعمها خطير. بعد كده بقى ايه، الجو حر فجبنا كاساتا، ماما كانت جايباها ليهم هما. وانا شربت قهوه انا واختي، وشربنا شويه عصاير وكده. الجو كان اليوم ده حر جدا. تقريبا هنا الحفله كانت بدأت، كانوا بيجيبوا مسرح عرايس. المكان ده كانت القعدة على الأرض كده، كانت قعدة بدوي. احنا ما روحنا لقيناهم غيروها، بس كده أحلى بكتير يعني. بصوا كان توم وجيري. ابني كان خايف في الأول، بعد كده ابني بص هتلاقوه كان راح هناك وإجا ما عادش بيخاف. أنا فرحت قوي إن هو ما عادش بيخاف. فهو واحدة واحدة كل ما بيكبروا كل ما بيفهموا. أنا ورندا بقى كنا هنا مبدعين، كانوا مشغلين لنا أغنية بنحبها وكده، فقلنا قعدنا نصور شوية ونعمل فيديوهات شوية. كان يوم عسل قوي والله يا جماعة. بجد الواحد من قعدة البيت بيجيله اكتئاب، بس أول ما بينسى أول ما قصدي ما بينزل يشم هوا وكده بيفك. زمان كانت نزولتي مع ولادي كانت بتجيب اكتئاب أكتر. بس يعني حاليا الحمد لله ان هم بدأوا يكبروا شوية، وبدأوا ما عادوش بقى اللي هم عايزين نشيلهم، او ان انا مثلا حد فيهم بيرضع او اي حاجة من دي الحاجات اللي اي مامي عارفة ان هي بتخنق اي خروجة. فبقوا منطلقين، يعني انا كنت قاعدة كده وهما منطلقين بيلعبوا، هم شايفين قاعدين بيلعبوا. يعني انا لو قلت لحد فيهم تعالى اقعدوا فما بيردوش، ودي حاجة كويسة جدا. ففعلا كل ما الطفل بيكبر بيريح يعني. دي رسالتي لأي أم، ما تقلقيش، بعد ما يعدوا السنتين هيريحوكي. كان سكوايد جيم بقى، اللي متابع كوري سكوايد جيم طبعا، اللي متابع كوري واللي مش متابع كوري متابع سكوايد جيم. كان الجزء التالت نزل، فجوزي قال لي يلا بقى ظبط لنا القعده. فقعدنا بقى نتفرج عليه. احنا النتفليكس منزله كله في مره واحده، يعني منزله هما 6 حلقات منزلهم كلهم مره واحده. تاني يوم نزلت بقى هنا للقعده اللي بترد الروح بقى، قعده الصحاب، احلى قعده في الدنيا. والله القعده دي بتنسي المشاكل كلها اساسا، يعني دي القعده اللي بتهدل المزاج. ما صورتها لكوش كلها. قصدي ما نزلتهاش في الفيديو هنا كلها، بس بقى نعم حاضر. تاني يوم خرجت انا مع اصحابي، ده انا مصورتلكوش الخروجه، صورتلكوا وانا راجعه بقى. هنزل لكم فلوج الخروجه لوحده في فيديو تاني عشان ايه ما طولش عليكم يعني وكده. هقوم حاضر. كنا مروحين، هو ابني لعب مع ولاد صحابي فتعب بقى ونام. بنتي نامت اصلا طول الخروجه. حاضر.
فصاحية مفوقة، يعني هي فضلت صاحية مفوقة معايا. لو وصلتوا لغاية هنا صلوا على النبي عشان اعرف ان انتوا وصلتوا لغاية هنا اهو. تاني يوم بقى كان عندي مشوار بقى، كنا بنسجل لابني في الحضانة وكده، فملحقتش افطر. ولعت على اللبن ده وانا بغليه، قمت قلت اشطب شوية مواعين وكده. كنت صاحية بدري قوي، كنت صاحية الساعة 6 تقريبا او حاجة، وخدتلي فنجان كده اعمل بيه قهوة عشان افوق. اليوم ده كان مشاوير كتيرة جدا جدا بجد. عايزة اقول لكم ان انا كنت فاكرة ان انا رايحة اودي ورق وخلاص. اول ما رحت قالوا لي لا تمام، الورق تمام، هاتيه عشان نعمل له انترفيو. عملوا له الانترفيو والحمد لله نجح. طب ناقص ورقة كذا، طب ناقص ورقة كذا. فقعدت بقى لفة ام العروسة، انتوا عارفين بقى حوار الاوراق والكلام ده. يعني انا نازلة من الساعة 8 تقريبا، كنت راجعة الساعة 2 العصر. لسه بوريكم اهو، كنت لسه نشرة، الحمد لله ان انا نشرت وعملت المواعين ونضفت البيت كله، مفهوش رملايه الحمد لله، حتى البلكونه عملتها. كل ده عملته عشان انا عارفه ان المشوار ده والله العظيم يا جماعه قلبي حاسس ان انا هرجع مقتوله اصلا. انا رجعت نمت للساعه 5، جوزي يوميها قال لي خلاص ما تطبخيش وانا هجيب لكم كشري. قلت له كتر الف خيرك والله العظيم. بصوا المدرسه قدام بيتي، قدام بيتي بالظبط، هي المدرسه اللي هناك دي مدرسه تجريبيه من الحضانه لغايه ثانوي تقريبا. انا مسالتش الصراحه، بس هي من الحضانه لثانوي تقريبا. كنا قاعدين هنا مستنيين دورنا في الانترفيو. بصوا عيله راح تقدم لعيل، يعني ما يغركوش السن. انا من جواتي لسه عيله. آه، روحت بقى، ده كان المشتريات دي كان جوزي جابها. بعد ما صحيت بقى بدأت أعين كل حاجة مكانها. أنا طبعا جايبة شوية حاجات لأني هعمل لكم فيديوهين تحفة. إيه هعمل لكم فيديو حلويات، ده طبعا مش من طبيعتي بس هيعجبكم جدا. استنوه، اصلا انا دلوقتي وانا بسجل الصوت اصلا بصوره، هيعجبكم قوي. وهعمل لكم فيديو تفريزات جديدة بشكل جديد. كنت طالبة منه شوية فاكهة وكده عشان الحلويات اللي انا هعملها. كانت طبعا كنت عايزة فراولة قوي، انا وهو دايخين على فراولة، بس هو قال لي من شوية كلمني وقال لي انه لقاها، يعني هيجيبها بالليل. فاستنوا بقى شوفوا هنعمل لكم نعمل حاجات اللي هو ما نخليش ولادنا لا يشربوا عصاير من بره تاني ولا ياكلوا حلويات من بره تاني. انا نويت كده ان شاء الله يعني. بس و ده بقى بعد ما صحيت، ده الكشري اللي جوزي جابولي اللي قلت لكم قال لي هيجيبه يعني وما تطبخيش وكده. صحي الساعه 4 5 تقريبا، يعني ما نمتش كتير. وغسلت الفاكهه وظبطت الدنيا كلها، انا قايله لكم البيت اصلا نضيف، فكان على كام حاجه بس اللي احطهم مكانهم. ومشيت على البيت كله برضو والله، يعني انا شوفوا بصوا مشيت على البيت كله عشان يبقى كل حاجه، يعني كل حاجه تمام. لو وصلتوا لغاية هنا متنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة، لو انتوا جداد تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم في فيديو تاني، مع السلامة.